أهلا ومرحبا بكم في أول فيديو على القناة ديالي. هذا أول فيديو غادي يتم طرح عدة مواضيع متعلقة بالوعي. غادي نبداو بالتدريج من الجسد، ثم العقل، ثم الطاقة، إلى الوعي، ثم إلى الوعي الأعلى. يعني هذه القناة غادي تكون متسلسلة. غنبداو من التدريج من الصفر حتى مستويات عالية ديال معرفة الوعي. لذلك هذا فيديو تعريفي أولي للقناة، وكما كتشوفوا هذه واحد النبتة. هذه النبتة هذه يمكن أنك تتعلم منها عدة أشياء. يعني النبتة كتنمو من الصفر ثم ترتفع إلى الأعلى كما ترون، إلى الأعلى إلى الأعلى إلى الأعلى حتى تصل إلى الوعي الأسمى كما كتشوف. يعني دابا رحلة المريد بحال هاد النبتة هادي كتبدا من التربة. يعني ميمكنش طير للفوق لهنا، خصك أولا تبدا من التربة كما كتشوفوا. تبدا من التربة وكترتفع في مقامات الوعي كما كتشوفوا. يعني الإنسان خصو يبدا من الأول، من المعرفة الأولى. يعني من تجذرات العقل، من الجذر إلى التاج الفوق. نتطرق لهذه المواضيع بشكل أعمق مستقبلا. هذا مجرد فيديو تعريفي. بغيت نقول لكم بأن هذه القناة منهجية. يعني غنبداو من الجسد ثم العقل ثم الطاقة وإلى الوعي البشري ثم إلى الوعي الإلهي. يعني الفيديو الجاي غادي يكون عن الجسم أو الجسد، يعني كيف يتأتى الجسد بالمحيط، بماذا يتكون الجسد، لماذا لدينا جسد، لماذا وضع الوعي في هذا الجسد، ولماذا الجسد البشري يعني العمود الفقري ديال الجسد البشري لماذا هو عمودي، يعني مستقام وليس مثل الكلاب والقطط. وكيف تطور الدماغ، وكيف حدثت الطفرة التطورية في الجسد حتى أصبح لدينا هذا الوعي والخيال. ولماذا الذاكرة البشرية أقوى ذاكرة، يعني تستطيع أن تتذكر ما يفوقه الخيال. يعني أشياء كثيرة. ثم نتطرق إلى العقل. لماذا عقلنا دائما يفكر لا يهدأ، لماذا هو هكذا، ولماذا طبيعة العقل أن يشتتك عن الوعي. وهل العقل شيء ملموس أو المهم غادي نتطرق مواضيع عديدة كثيرة. ثم إلى الطاقة، مستويات الطاقة، التشاكرا، كيف هذه التشاكرا تقوم بتأثيرات عن حياتنا، كيف نجعل هذه الطاقة ثابتة، المهم أشياء كثيرة. ثم نتطرق إلى الوعي، كيف يحدث الوعي وما علاقة الوعي بالجسد والعقل والطاقة معا، وكيف يتشكل هذا الوعي وكيف يتطور. ثم غادي نمشيو للوعي الأعلى، كيف تتصل بالوعي الإلهي، هل فعلا هناك وعي إلهي، هل يمكن للإنسان أن يصل إلى وعي إلهي. يعني شي حاجة مجهدة غادي نشاركوها في هذه القناة. وهذه هي رسالة الوعي، أن أجعل كل إنسان أن يفهم هذا الوعي، أن ينظر، أن يرى بعين الحقيقة حتى يصل إلى السماء. كما ترون هذه هي السماء. اليوم السماء صافية
كما كتشوفوا العقل، الافكار بحال هاد الغيوم هادو، كما كتشوفوا بحال هاد الغيوم. يعني الانسان ما عليه غير المراقبه، كما كنقول لكم ديما انه يجب على الانسان ان يراقب هذه الافكار حتى تصير سماؤه صافيه بحال ديك الزروقيه. شتوها؟ هذا ما كان، وهذا فقط ما يوجد في هذا الفيديو. تسناو الجديد ان شاء الله مستقبل. يلا، مع السلامه.